شفت حضراتكم كده خلاص عبيت البرطمان زي ما انتم شايفين اهو. تمام اهو كده البرطمان متعبى تمام التمام وبقى 100 100. في نقطه عايزه اقول لحضرتك عليها برضو، اثناء ما انت بتعملي الزيتون لازم تكبسي البرطمان. شفت حضرتك انا من ساعه عماله اتكه كده لتحت، بتكبسي البرطمان، ما بتسيبيش فيه اي فراغات، احنا مش عايزين هوا فيه خالص طبعا اهو. شايفه حضرتك اهو بكبسه خالص. هحط بقى شويه ليمون على الوش كده الاول اهو. بعد كده القشر بقى اللي قلت لحضرتك عليه ان انا هقول لك هنعمل بيه ايه، هناخد بقى شويه من القشر كده ونحطه على وش البرطمان اهو. طب ده ليه بقى؟ ده بيحفظ الزيتون بتاعك تماما خالص، ما بيخلوش يتعرض لهواء. وكمان كده كده احنا اصلا بيتخلل عادي جدا وبتاكليه عادي جدا اهو. تمام كده ست البنات اهو. نخش بقى دلوقتي على محلول التخليل هنعمله ازاي. يلا بينا تعالي معايا. دي شفشق الكبه يا حبايبي، مكان ما انا فرمت الجزر كده حبيت احط فيها. طبعا دول عيرتهم بالمج. شايفين حضراتكم المج اللي فيه الليمون ده اهو، ده موجود في اي بيت طبعا. تمام انتوا عارفين مج الليمون ده اهو. انا عيرت بالمج ده 7 مجات في الكبه هنا. شفشق الكبه هنا ده 7 مجات. طيب هنعاير الملح زي اللولو. قبل ما احط الملح هحط سكر. السكر ده هو اللي هيخلي معاك المخلل ما شاء الله بيقرش لغايه اخر واحده وزي الفل. انا حطيت معلقه على الكميه دي كلها، واحط كمان نص اهو، معلقه ونص على الكميه بتاع البرطمان اللي انتوا شايفين حضراتكم ده كله. طيب الملح بقى، الملح بقى حضرتك هنحط على كل مج من اللي احنا حطينا دول 7 مجات معلقه من الملح اهو. بص حضرتك معلقه، ده 1 2 3 4 5 6 7. تمام كده تمام كده ماشي. هقلب. طيب مش عارفه اظبط الملح كده، هنبدا نشتغل بالبيضه اللي هو الطريقه الاولانيه خالص اللي كنا بنعملها زمان من قبل ما نعرف المعيار الصح للملح. تمام كده. انا بستعمل ملح عادي يا جماعه، اللي عايز يستحمل ملح صخري يستعمل، بس انا بقالي سنين جدا بستعمل الملح ده ومظبطه المعيار بتاعي عليه، فعشان كده ما بحبش اغيره. طيب لو انا عايز اعمل بالبيضه اعمل ايه اهو. هجيب بيضه كده واغسلها كويس وابدا احطها في الميه. اشوف حضراتكم طفت على البتاع على الميه علشان الملح اتقلب فيها وبقى فيها ملح. طب لو حطيتها قبل الملح ما يتحط كانت هتنزل في قاع الشفشق على طول اهو. شوفوا حضراتكم بقى كده الملح معانا مظبوط بالظبط اهو. شايفين بالظبط معيار اللي بقول لحضرتك عليه، معيار مظبوط تماما تماما تماما. لكل مج من الميه المغليه المتبرده، ركزي معايا، الميه المغليه ما ينفعش ميه عاديه، ما ينفعش تعملي مخلل بميه عاديه هيخيم منك وهيبوظ منك وهيتهرق. خدي بالك الموضوع ده، احنا بنعمل كل ده عشان نعقم البرطمان وما يبقاش فيه اي فطريات خالص. ميه مغليه متبرده هاخد منها 7 مجات، وحطيت 7 معالق ملح، وحطيت معلقه ونص من السكر، وهقلب كويس جدا وهنزل على ايه، على البرطمان بتاعي اهو. بس قبل ما انزل على البرطمان بتاعي هنزل بعصير الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفين حضراتكم كده اهو. تمام كده تمام جدا. وسمي الله وبسم الله الرحمن الرحيم. عاوز ازود تاني هعمل زي ما انا عملت بالظبط. شايفين حضراتكم اهو. يحتاج شويه كمان. بص هو مج واحد، هو مج اهي، الميه قربت اهي، هحتاج كمان مج واحد من الميه او مجين بالكتير بالظبط. شوفوا حضراتكم هكمل بقى الميه بتاعت البرطمان كده برضو دوبت تاني اهو. في نقطه برضو عايزه لحضرتك عليها على الوش كده، هبدا اضيف كام ورقه لوري تاني. احنا طبعا حاطين بالزيتون، بس ورق اللوري على وش البرطمان بيقلل نسبه الفطريات تماما، اللي هي النقط البيضاء اللي بتطلع على المخلل. تمام اهو. هنزل بقى اكمل بقى البرطمان اهو. شايفين حضراتكم لازم الميه كده اهو. تمام جدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تمام كده. هحط شويه زيت بقى على وش البرطمان وهقفل، وتعالوا نشوف الزيتون اللي بعد كده. حطيت كده حبايبي شويه زيت على وش البرطمان في كيس من بتاع التلاجة او عندك ورق استرتش. تمام. وهقفل البرطمان بتاعي وكده هسيبه لغايه ان شاء الله لو عشنا باذن الله على اول رمضان اهو. واقفل كويس قوي اهو. شايفين حضراتكم انه مش هفتحه خالص حاليا اهو. وكده عملنا احلى خلطه زيتون. الخلطه ده اهي حضرتك هتاكليها قبل الزيتونات. تعالوا بقى نشوف الزيتون التاني اللي على الدور.
كده يا حبايبي. النوع التاني من الزيتون ده الزيتون التفاحي اللي احنا عملناه الاولاني عزيزي. انتوا شفتوا الزيتون التفاحي عامل ازاي؟ بتبقى شكل التفاحيه كده، فبتبقى فيها لحم كتير اهي، فيها لحم كتير. طبعا ده ما بيقعدش فترات طويله في التخزين، بفضل في التخزين العزيزي. طب ده شهر ونص شهرين هتاكلي منه لو انت مش مفتحاه. طب لو انا مفتحاه مديله نقطه من الجنب كده بالسكينه هنا او دقاه، هو شهر بالظبط، 3 اسابيع شهر تاكلي منه. انا مش هفتحه، انا هعمل شويه دول في برطمان صغير كده عشان الاكل، لكن التاني هعينه ان شاء الله البرطمان لرمضان. حبيت بس اوريك الفرق. هنزل برده نفس الحكايه، شويه من الجزر المبشور، تمام، شويه من العصفر اهو بسرعه كده. طبعا خلاص احنا عرفنا الطريقه. شويه من حبه البركه، وبرده شطه وهريسه اهو، وهعبي في البرطمان. ونفس محلول الملح اللي احنا عملناه مع بعض هو نفس الطريقه بالظبط. وهنقلب فص من الثوم كده مفروم، واقلب مع بعض كده حلوين، وكمان نحط له الشطه واعبيه في البرطمان على طول اهو كده. زي ما انتم شايفين يا بنات خلصت البرطمانين. عملنا البرطمان الاولاني اللي قلت لحضراتكم هنعمله لرمضان اللي هو العزايزي، وعملنا البرطمان الثاني اللي هو التفاح. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ورديت على كل الاسئله. لو في اي سؤال عند حضراتكم تكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. بالنسبه بقى لحضراتكم اللي قلت لكم ده اللي في الاخر خالص هنستعمله، ده طبعا القطع اللي بتاعه الليمون اللي في الجنب الجهادي والجهادي طبعا مش هنرميه، احنا ما بنرميش اي حاجه. وبالذات الليمون ده يا جماعه كنز. اللي لو حابه دول هاخدهم احطهم في حله ستانلس صغيره كده، وعليهم شويه من الميه، وعلق عليهم على النار يغلوا خالص تماما. اولا بعمل بيهم بزود بيهم الصابون السائل، وانا بغسل المواعين بيخلي الاطباق زي الفل، حته حلوه جدا ونظيفه وبتلمع وبتبرق من النظافه. التاني حاجه لو انا مش هستعمله كده، ولو فايض معاكي قشر حضرتك ليمون هتاخديه تغليه كله، وبعد كده هنعمله بصابون ان شاء الله. وعندي برده مكونات الصابون هنعملها في الفيديو اللي جاي. دمتم في رعايه الله وفضله، وما تنسوش تخلي له زيتون معاه دلوقتي، هيبقى جميل جدا في بيتك. الحاجه في البيت احسن من الفلوس. دمتم في رعايه الله وفضله. ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.